هلو بنات، شلونكم؟ عزراني وين؟ السلام عليكم، شلونكم حبيباتي؟ كل عام وانتم بألف خير، عساكم من عواده. اكيد عرفتوا هسه ورا الصوت مو؟ ربي يتقبل الطاعات منا ومنكم ومن سائر المسلمين يا رب. امين. حبيبي هنا شنو عندنا؟ ايه طبعا هي عود مسيطره، صفاء عود هي مسيطره. اي طبعا بنات شوفوا اول تفضحينا. نسابتي نسابتي يحبوني باكر، الله يرحمها ماما الف رحمه على روحها. يعني كانوا دائما يطلبوها منها طلب نسابتها، فانا نسابتي نفس الشيء الحمد لله. فسويتها اليوم لهم غير تخبل ما شاء الله. حقوم صايره حقوم يعني. ما اقول لكم يعني ايش قد ما احب ريحتها، بس ريحتها كلش طيبه. طبعا ماما هاي على الدهن الحر، واصلا انا حاطه وياها لحم. اخاف واحده منكم تقوم تفيك. مو واحده منهم تفيك، يعني هم كلهم فيكات والله العظيم. حركات مركات. اي والله، وانا زوجي علمني العلم يعني. فاقول اخاف هذه هم حاطه وياها لحم. عشتيلك بس والله شنو بنات تخبل. اي والله عشتيلك. الف عافيه. مسويه باتشي ومسويه فاصوليا وكبه واشكال والوان واكو الشوربه او السوب الصيحله. هذا اللي تموتين عليه الفطر يعني. شوفي لهم اياه والله. شوفوا حبايبي، طبعا هاي الشوربه فشي خنفشاري من ايد امي غير شكل، ولا عباكم هاي يعني الطبيعيه اللي احنا ناكلها بالمطاعم. يمكن يسمع بالي مال الفطر، سوق مال الفطر. يا هاي سوق مال الفطر. لا حبيباتي، هذه يعني انا لازم اخلي مالتي النكهه الخاصه. افطر صحيح وحليب. شوفوا احنا شلون وحده تعرف تطبخ وتعرف كل الاسرار، تقوم وهي تزيد او تنقص، امي واصله هاي المرحله واضعاف. زين. فيا بنات يا حبيباتي ان شاء الله هاي طلبوها من صفاء. والله بنات هذه تعتبر وجبه وحديه. اي وجبه مشبعة. غذائيه مشبعه وطيبه وبيها كومه فوائد، بيها كومه فيتامينات. وانا اشهد احنا اهم شيء عندنا انه يصير عندنا مناعه صحيه طبيعيه. ما نعتمد على الفيتامينات اللي نشتريها. يعني انا اعتبرها وجبه بوحدها لان غنيه. ماما شلون مسويتها انتي؟ بنات هي هاي ليش مو انت تسوي لهم اياها؟ اي اوكي سويها، بس قولي بنات اسهل منها ماكو. زبده، طبعا زبده الطبيعيه اللي مال الحيوان. تخلوها مو دهن الحر بنات، لا هاي التركيه يصير لونها تصير مستطيله رفيعه احمر، مملحه وغير مملحه. انا اخذ المملحه طيبه. اول شيء نخليها، وبعدين راس بصل ناعم كلش نقلي. بعدين احنا الفطر محضرين مقطعيه. وبعدين ولك زين. وبعدين نحمس البصل، نحمس الفطر، نحمس البهارات فوقه. بعدين نحط شنو هذا الجدر تشوفوا يعني وسطاني، احنا نسميه 3 خواشيق طحين صفر. نحمسه وياه يصير لون هيك جوزي. بعدين نحط فوقه الحليب والكريمه مال الطبخ. وبعد مالات بعد مالات مامتكم شنو احط الكيري بنات، الجبنه الكيري وياها الا بشده. من اقول لكم غنيه يعني غنيه. والبهارات فقط الكاري المعتدل، مو الحار ولا العادي، طبيعي احنا نستخدم زين المعتدل بشويه حروره. وبهارات يسموها اسمها بهارات عربيه. هاي عربيه ما اعرف شو حاطين بها، ما اعرف يعني هي هاي نفس البهارات اللي عندي بالفيديوهات القديمه منزليها خاصه اسمها بهارات عربيه. الله بنات هسه مو هذول اللي قاعدين كلهم هنا. هاي صار الطبق الرئيسي لي بالنسبه لي. زين يلوبون عليه. عاشت ايدك حبيبتي وما تعبناش. لا بالعكس، تعبكم راحه وسهلكم العافيه بنات، وسووها وادعوا لامي.